السلام. القصه ديالنا غادي تبدا مع السيد جوزيف اللي كان كيعلم بنته طرق الصيد في الغابه وكيفاش تبني فخاخ بطريقه بدائيه، وكيعيط لمراته في نفس الوقت باش تشري ليهم القرطاس ديال البندقيه، حيت هو اللي كان عنده تسالى وهو مازال كيتمشى في الغابه حتى بنته اني بالصدفه غادي يبانوا ليها اثار ديال الذئب، وكيزيدوا يصدموا فاش لقاو كلا كاع اللحم اللي كانوا حاطينه في الفخاخ وقدر يفلس منهم كاملين. وقرروا يرجعوا بسرعه حيت عرف راسو انه قدام ذئب ماشي عادي، وكان خايف على بنته بزاف، وحتى السلعه اللي قدروا يدافعوا بها على راسهم راه تسالى. وهنا غادي نعرفوا بلي جوزيف وهو مراسو وبنتهم عايشين في الغابه وحياتهم كامله دايره باش يصيدوا الحيوانات ويبيعوا الجلد ديالها باش يقدروا يصرفوا على راسهم. في نفس الوقت كتكون مراسو اني مشات للمدينه باش تشري القرطاس وحاجيات الدار، وكتبان ليها واحد الاعلان لشخص باغي يشري منزل في الغابه. وفاش رجعت للدار ورث راجلها الاعلان وحاولت تقنعه انهم يبيعوا هاد الدار ويمشيو يعيشوا في المدينه، حيت حياتهم ولات هنا معرضه للخطر بسبب الذئاب اللي تكاسل العدد ديالها هاد الايامات. والسبب الرئيسي هو ان بنتهم راه مازال لحد الان ما دخلت للمدرسه، ولكن واخا عيات تقنع فيه وتلح عليه راسو كان قاصح، قال بانه هو تزاد في الغابه وغادي يموت في الغابه، وان بنته راه مرتاحه في حياتها هادي، وحتى الا قرروا يمشيو للمدينه راه ما عنده حتى شهاده اللي تساعدو باش يلقى شي خدمه ويقدر يصرف على عائلته. وتعصب بزاف من الهضره ديال مراته، وفي نص الليل جوزيف دخل الغابه باش يدير فيها خاخ للذئب، ولكن قبل ما يخرج بنته لويس خرجت من الدار بلا ما تحس بها الام ديالها، ورغبت الاب ديالها باش يديها معاه باش تتعلم اساليب الصيد، وقرر يديها معاه. في الصباح فاقس اني وما لقاتهمش في الدار، هضرت معاهم في اللاسلكي، جاوبها جوزيف وقال ليها بلي غادي يرجعوا من بعد 3 ديال الساعات. في هاد الوقيته كيكون جوزيف كيعلم بنته كيفاش دير فخاخ باش يطيحوا الذئب ويتهناو منه. حتى جوزيف غادي يتبان ليه اثر جلد الذئب، غادي يقدر يعرف ان هاد الاثار ما داش عليها بزاف، يعني ان الذئب غادي يكون غير في جنابهم، فخاف على بنته فخلاها ترجع للدار. وهو بقى كيقلب على الذئب وتابع الاثار ديالو حتى بان ليه الذئب، وكان هاز شي حاجه في فمه. جبد البندقيه ديالو ونيش عليه، ولكن الذئب قدر يهرب منها. تعصب بزاف جوزيف ومشى لبلاصه ديال الذئب باش يشوف هذيك الذئب اش كان حاط فمه، وهنا غادي تصدم واحد الصدمه ديال بصح، حيت غادي يلقى يد ديال الانسان مرميه تما، وغادي يسحب لي بلي ان الذئب هو اللي كلا هذا الشخص وقطع عليه يديه. وغادي يبقى تابع اثر الدم حتى غيوصل لواحد المشهد غادي يصدمو ديال بصح عاوتاني، ولقى بزاف ديال الجثث في واحد البلاصه مرميين في الارض، وانهم كاملين مقتولين بوحشيه، وعرف ان هذه ماشي فعاليه ديال الذئب، وانه كاين معاهم شي سفاح في هذه الغابه. وغادي يقرر على انه ما غاديش يعلم البوليس حيت كان خايف بزاف انه هو المتهم الاول، وزيد عليها انه عنده اسلحه غير مصرح بها، وغادي يقلب على المجرم راسو عاد من بعد يعلم البوليس. في اليوم الثاني غادي تنوض مراته اني وغادي تعيط عليه، حيت اول مره غادي يبات في الغابه بوحده، وكانت خايفه عليه بزاف، وقالت يمكن راه على حسب الهضره اللي قلت له راه يقدر يكون بات في الغابه. وهضرت معاه في اللاسلكي فجاوبها وقال غادي يصفيها لها الذئب وبعدها يرجع، وما عاودلياش على الجثث اللي لقى في الغابه حيت كان خايف لا تعيط للبوليس. اني غادي تاخذ بنتها لويس باش يجيبوا الماء، حتى غادي يهجم عليهم الذئب على غفله، وكان غادي يقتل لويس ولكن قدرت تهرب منه وتخبات من وراء الام ديالها. واني حاولت تحمي بنتها وبقات كتغوت باش الذئب يخاف ويهرب، وحتى الذئب خلاهم ومشى، وهربات هي وبنتها للدار وسدوا عليهم المداخل كاملين قبل ما يهجم عليهم الذئب مره ثانيه. وحاولوا يتصلوا بجوزيف باش يقولوا لي اش وقع، ولكن كان كاع ما كيجاوبهم. ولويس كانت خايفه بزاف على الاب ديالها حيت بوحدو في الغابه خافت يهجم عليه الذئب، وحاولت اني تهديها وقالت لها بلي ان الاب ديالها حياته كامله دوزها في الغابه وانه صياد محترف وغادي يقدر يدافع على راسه. في النهار الثالث حاولت اني تعيط على راجلها جوزيف، ولكن كيف العاده ما جاوبهاش، وقررت تخرج هي وبنتها يقلبوا عليه. وهما في الطريق غادي يلقاو بلي الذئب كلا كاع اللحم ديال الفخاخ ولكن ما شد حتى في واحد، وغادي يبقاو زايدين وخايفين. عاد تخافت على راجلها بزاف فاش لقات واحد الخاتم كيشبه اللي كان عند راجلها عامر بالدم، وغادي تقرر تمشي للمركز ديال البوليس باش يعاونوها تقلب على جوزيف. هذا الضابط فرانك غيكون كيدير الدوريه ديالو كيف العاده، حتى غادي تبان ليه واحد الطوموبيل واقفه في الجنب ديال الغابه، ولكن ما تسوقش ليها ورجع لمركز الشرطه. وغادي يتلاقى مع اني وعطاتو الخاتم اللي لقات، وان راجلها جوزيف مختفي في الغابه هذه يومين وراه خايف عليه بزاف لا يكون وقعت ليه شي حاجه. ولكن فرانك قال ليها بلي ما تخافش على راجلها، راه راجل حافظ الغابه اكثر من الذئب. وقالت له واحد الشرطيه كانت تما بلي بلا ما تخاف على راجلها راه مأكده بلي غادي يرجع،
ومن يرجع تحاول تفتح معاه موضوع ديال انهم يبيعوا هاد الدار وينتقلوا للمدينه، حيث ان هذيك الدار راه ولات خطر عليهم. فتعصبت اني بزاف وخدات بنتها ورجعوا للدار. وفي الليل جلسوا يتعشاو، ولكن لويس مبغاش تاكل حيت كانت خايفه على الاب ديالها بزاف، وقع ليه شي حاجه في الغابه. وحاولوا يعيطوا ليه على اللاسلكي، ولكن كيف العاده ما جاوبهم حتى واحد. اني كانت ناعسه حتى جات عندها بنتها لويس وفيقاتها وقالت لها بلي انها سمعت شي غوات جاي من برا. هزات اني البندقيه ديالها وخرجت برا، وفعلا سمعت شي غوات جاي من الداخل ديال الغابه، وفرحات وكانت كيسحب لها بلي ان هذا راجلها، ومشات كتجري لداخل الغابه. ولكن المفاجاه هنا هي انه ما لقاوهش جوزيف، ولقاو واحد الشخص واحد اخر وكان عامر دمايات. كيرغب اني باش تعاونو حيت كان الجسد ديالو عامر كامل اصابات، قادرش يتحرك. فخداتو معاهم للدار وعالجات الجروح اللي كانوا في الجسم ديالو، حتى غادي يفقد الوعي ديالو، وغادي تشوف بلي ان الجسد ديالو عامر كامل بالجروح بحال كان كيدابز مع شي حد. في الصباح مشات لويس حدا هذا الراجل حتى فاق، فخافت منه مشات كتجري عند الام ديالها وفيقاتها وقالت لها بلي راه خاصنا ما نخليوهش هنا ونصيفطوه بحاله، حيت الا جا الاب ديالها جوزيف وعرفوا مدخلوا شي حد براني غادي يغوت عليهم. ولكن اني قالت لها الا خليناه يخرج في هذه الحاله غادي يموت، وجبورين يساعدوه حتى يرتاح شويه ويصيفطوه بحاله. في نفس الوقت كيكون الضابط فيكتور كيدير الدوريه ديالو كيف ما العاده، حتى غادي تبان ليه بلي الطوموبيل ديال ديك المره مازال في بلاصتها وما تحركاش، وغادي يشك في شي حاجه ماشي هي هذيك. في هاد الوقيته كتكون اني وبنتها كيساعدوا داك الشخص حتى غادي يفيق، وكيعرفوا بلي سميتو ادم. وفاش سولاتو اني على اش وقع ليه قال لي هو في الطريق الطوموبيل ديالو خسرات، وملي نزل يصلحها هجم عليه الذئب وقدر يهرب منه بصعوبه، وهو اللي دار ليه هاد الاصابات. فاني شكات فيه وعرفت بلي غير كيكذب حيت الجروح ديالو ماشي ديال الذئب. فكذبت عليه وقالت له بلي انها ما قدرتش تعالج الجروح اللي في الجسد ديالو، وانهم مضطرين يديوه للطبيب. ادم حس بلي هي كتكذب عليه وبغى غير تصدرو بحاله. وبما ان الطوموبيل كانت بعيده بزاف على الدار، فقررت هي وبنتها لويس يديروا على خشبه ويجروه حتى يوصلوا عند الطوموبيل. ولكن ادم بقى كيتبوحط عليها وكيغوت ودير راسو بلي انه كيتالم، وكيرغبها بلي تخليه حتى الغد ليه ويمشي بحاله. فاضطرت انها ترجع، فدخلته لواحد الغرفه ونصحات بنتها لويس بلي ما تقرب ليهش. رجعوا للضابط فرانك اللي مشى عاود للزميله ديالو في البوليس بلي انه هذيك الطوموبيل اللي شافها هذه 4 ايام راه مازال ما تحركاتش، وقال لي بلي جيت ناخذ السلاح معايا باش ندخل الغابه نقدر نعرف شي حاجه على ديك الطوموبيل. ورجع للبلاصه اللي فين كاينه الطوموبيل ودخل الغابه كيقلب. وهو في الغابه غادي كيدخل حتى غادي يلقى بزاف ديال الرموز في الشجر، وغادي يبقى تابع دوك الرموز حتى غادي يلقى واحد الكميه ديال الجثث كبيره، وهاد نفس هادو الجثث اللي كان شافهم جوزيف. وغادي تصدم ديال بصح، غادي يصدم بالغلط على واحد المصيده وما غاديش يقدر يفلت منها، وبقى كيغوت بسبب الالم حتى غادي يفقد الوعي. الزميله ديالو في البوليس تخلعت عليه بزاف بعد ما شافته تعطل، ومشات تطمئن عليه في البلاصه اللي قال لها فين لقى ديك الطوموبيل. وهنا غادي يكون هذا الجزء الاول ديال المسلسل ديالنا.